صباح الخير يا جماعة، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. الحين الساعة 8:30 صباحا، وأنا طالعة أشحن الكرت الباص. من الحين باين إن اليوم طويل، ادعولي. إن الكرت الباص والطريق الشحن الكرت، والحين متواجهة للمحطة. الشمس توها طلعت وأنا توي صاحي. يا الله، مرة الجو حار. حتى أنا استخدمت الآن الواقية الشمس، خلها وجهي كلها زيت، بس النتيجة أنا راح أقول لكم إياها. شايفينها وجهي كلها زيتي. صراحة ما أحب هذا النوع، بيخلي كأنها زيوت الوجه. جهزت كل شيء. لما خلصتها حطيتها قدام الكافتيريا، كأني أقول شوفوا الفن الأصل، بيتزا. كأننا ناديهم. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. الآن الساعة 5 مساء، أذن صلاة العصر، بروح وبصلي مسجد. هذه اللحظة هي اللي تريحني وتضبط مزاجي. يا رب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله. خلصت الصلاة، حسيت بالراحة عجيبة، سبحان الله. كل التعب والزحمة والتهوين بعد هذه اللحظة، سبحان الله، إحساس مرة حلو. يا رب. طلعنا من الدوام، رجعت أركب الباص. كل مرة أحس كأني أعيد نفس الفيلم يا جماعة، نفس الحكاية كل يوم زي ما هو. الآن ما انتظر الباص، قاعدة على الباص. طبعا الآن هذا الباص بيمر الساعة 10:15 دقيقة. إذا تأخرت بين 15 دقيقة خلاص انتهى، آخر باص. ونفس بيها آيس كريم يا بنات يا جماعة. أتمنى ألحق يا رب. باص وصل يا جماعة، الباص وصل. صراحة لما أشوف الباص ما بصدق أبدا، ونعمة. الحمد لله. الحمد لله خلصت الدوام. أحس روحي توها طلع، لكن للأسف ما ينتهي، لسه في دوام تانية. دوام المشاوير يا جماعة، دوام المشاوير، يعني أنا أحس في دوام تانية. يا الله، الآن وصلت لمحطة القطار. الآن الساعة 10:30 ليل، والناس راجعين، على اللي راجع البيت ويراجع العمل. هالمرة خير، كأني داخلي شعور مو طبيعي، ما أدري. في أشياء صارت، تعلمت، تعبت وانضبحت شوية، بس قلبي الحين يدق لما أسمع كلمة الشباب. الحياة علمنا درس، والمدارس ما بيخلص. حتى لو خلصنا المدرسة ونحن صغار، إذا كبرنا رح يبدأ لنا دراسة للحياة. الله الله الله، اللهم سهل كل أمورنا يا رب. الآن وصلت ونسماجو، بطلع باص الثالث، بحجزها. طبعا هو حجز هذا الباص، بحجزها وبطلع. الحمد لله. هذا هو الباص، شايفين اوريدي حجزت. يا الله، تعب جد تعب. بس في بالي آيس كريم يا جماعة، آيس كريم، نفسي فيها والله، نفسي. خلاص كذا قربنا الحارة، يعني هذا الباص راح أكون نص ساعة تقريبا، تخيلوا نص ساعة. لاست باص. بارت يا جماعة بعد مشاوير الطويل. بعيد، شايفة يا رب. أوف، ما خلاص مغلق يا جماعة، للأسف انتهى الأمر.
الآن راح أروح البيت خلاص مفهوم. أصلا الماليزيا من الساعة 10 في الليل خلاص كل شي بيغلقونها، في أماكن منها يكون مفتوح زي المطاعم الشاورما كده، أماكن منها مغلق. إن شاء الله أشوفكم على خير. وصلنا على نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. إذا مريت التجربة، الرجعة لأي شيء، الشغل، الدراسة، الحياة، اكتبوا لي تحت، خلونا نحكي عن الشعور اللي ما حد يفهمها إلا اللي عاش.